السلام عليكم. انا ساجده طالبه في الفرقه التانية كليه تمريض، فاقول لكم على نصائح صغيره ازاي نفرض احترامنا على الناس. اول حاجه بلاش هزار كتير خالص، لان ده بيقلل من قيمتك. ان انت بتفضل واقف تهزر، ما بتعملش اي حاجه ان انت بتهزر، بس اكيد لا مانع ان انت تبتسم لما مثلا في المواقف اللي هي بتتطلب كده. تاني حاجه نتعامل باحترام مع اي حد في المستشفى، اذا كان العمال، اذا كان المرافقين اللي هم مع المرضى، اذا كان اصحابنا اصلا. اي حد في المستشفى نتعامل معاه باحترام وبحدود، لان انت كل ما تكون حذر في تعاملك مع الناس ده بيزيد احترام الناس ليك. تالت حاجة لازم تكتب كل حاجة انت بتعملها مع المريض من اول ما رحت الشفت لحد ما خلصت الشفت، لان هنا الدوكيومنتيشن مهمة جدا، واكيد هتاخدوها في الجامعة ان ازاي الحاجة دي مهمة قوي. رابع حاجة نهتم بمظهرنا العام، لان اول حاجة بيشوفها الانسان لما بيقابل شخص اللي هي مظهره العام عامل ازاي. مكان بقى المستشفى، المكان ده لو انت كمان اول مرة تروح مثلا هو مستشفى جديدة كده، انت مش عارف صفات الشخصيات اللي موجودة في المستشفى دي ايه، فما تثقش في اي حد. ايوه نكون صداقات واصحاب وكل ده بتبقى علاقات سطحيه، وده انا شفته بعيني. لو انت عملت احترام لنفسك وحدود، الناس تضطر انها تعاملك باحترام حتى لو هما مش كده. لو انت عاوز اللي هو المرضى والمرافقين بتاع المرضى انهم يحترموك، لازم تحترم نفسك وتحط حدود لنفسك. وبس كده، دول شويه نصايح صغيرين جدا المفروض اصلا ان احنا كلنا يبقى عارفين الحاجات دي، بس تذكير ليا قبلكم. بس كده، لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه عشان ان شاء الله في فيديوهات جايه.